اللازمة لإيلام الفريق الخصم، ويمكن أن يؤلم دفاع ريال مدريد. الشيء الجميل في نادي برشلونة هناك انسجام كبير بين الخطوط الثلاثة، أما بالنسبة لريال مدريد فسيكون هناك تلاحم كبير أيضا بين كل اللاعبين. أما بالنسبة لنادي برشلونة فهو ذاك اللاعب الذي يصنع الفارق ويعطي الحرية لسواريز وميسي. كان قد قدرك المباراة التي فزت بها بأول لقب مع ريال مدريد، ولكن في الفار يوجد ماتيو لاهوس. شكرا للزميل خالد ياسين. حضرات المشاهدين الكرام أينما كنتم ومن قلب استاد سانتياغو برنابيو، شكرا للزميل خالد ياسين. حضرات المشاهدين الكرام أينما كنتم ومن قلب استاد سانتياغو برنابيو، طابت أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إنه يا سادة كلاسيكو الكرة الأرضية، ضربة البداية بقرار حكم الساحة أونديانو ماينكو. ريال مدريد المدرب إرنستو فالفيردي، وهذه كرة من كروس والمخالفة، مخالفة. الكرة وين؟ الكرة وين يا كارث بايل؟ وين الكرة جابها في كارديف؟ فريق برشلونة اليوم ميسي لسواريز، والحارس تيبو كورتوا، والركنية للفرقة الكتالونية. يا كلاسيكو كمدرب لفريق الريال جوردي ألبا مع عثمان دم، وهذه كرة لكريم، وهذا كريم يعدي كريم، والتسويق. هذه هي المشكلة للريال بعد رحيل رونالدو. فينيسيوس جونيور يعدي كرة لكن ارتور يراوغ البرازيلي، يتقدم يعطي كرة خطيرة، المطالبة بضربة جزاء. فرنسي ديمبلي، اوه شو هالروعة، يوسع يوسع، كرة أرضية، تسويق من فران، وتوني كروس المانية في الجدار الماني، ولوكا مودريتش أسرع من عثمان ديمبلي، متولع كم الفار. فران راموس، كرة بالراس ترجع لعثمان ديمبلي، هجوم خطير للبارسا، يوسع كاتالونيا. ريجيلون على اليسار، ريجيلون اللي يوسع، يعني ربما حتى التعادل يخدم مصالحه. وهذه كرة التسويب، جوردي ألبا. شوف التغطية النموذجية العالمية لليو ميسي. كارفاخال يعاين الأداء. فينيسيوس جونيور، بداية الهجمة المدريدية، وجارث بايل. راكيتيتش يمر بالسرعة، ولكن الدفاع نار نار نار. ليو ميسي في هذا المشوار. برشلونة خطير، الريال محتار، لكن مباراة طويلة. مجنون من يتكان بنتيجة الكلاسيكو، لا يمكن أن توقع أبدا. كرة ديمبلي لا يمر أمام كارفاخال، الفنان إمكانية التصويب، راية جيرار بيكي، استماتة لجيرار بيكي. راس مرة أولى من ريجيلون، وسواريز يضيع أورو، إيفان راكيتيتش، والهدف الأول. جول 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 جول، البارسا يكسب المعركة. برشلونة مشاهدينا الكرام بأجمل كرة مضمونة، وإرنستو فالفيردي المتحدي يستغل الهشاشة الدفاعية للكتيبة الملكية للمرة الثانية. اختراق واضح من جانب فريق البارسا في الانترفال في وسط الدفاع، وهذه الكرة تؤكد ذلك. راكيتيتش بفنيات بارينكا يحط الكرة في الشباك ويغادر تيبو كورتوا. أسبقية نارية كاتالونية في هذه الأوقات الكروية كالعادة في السنين الأخيرة يا السادة. ميسي وبرشلونة، واليسية يوزع، وكريم كان في الانتظار، والركنية تعدي على الكل، والتصويب من فينيسيوس، وما زالت ريجيلون يراوغ ممتاز. وين ماشي ريجيلون؟ وين ماشي ريجيلون؟ الحكم أونديانو ماينكو. مودريتش يوسع، اوه وتضيع مريم. بنزيما امامه كل الدفاع ويخسرها فينيسيوس، ترجع لعثمان ديمبلي. راكيتيتش، وهذه كرة شفنا الوصول المتاخر لرافائيل فاران. التصويب، غدارة من ريجيلون،
تعدي وكاسيميرو والخروج بالكرة كان بسرعة. التدخل لكارفاخال وراموس. هنالك مخالفة ومطالبة بلمسة يد داخل منطقة الجزاء. وينو وليو ميسي يقوم بالمخالفة. ليو على يساره لا يغير على يمينه فخرجت الكرة ولم تدخل الشباك. الكرة والتسويق والهدف الثاني كان قريب من الأوروغواياني لولا تيبو كورتوا. أي دفاع للريال، دفاع حقيقة يضحك للأمانة، يعني اختراق بهذه الطريقة البهلوانية من جانب الفريق. جونيور أمامه روبرتو ما يعديش. النزعة الفردية لفينيسيوس جونيور حب يلعبها مباشرة فكانت خارج الميدان. ليو ميسي ذكر ألف ظلال رونالدو متواجدة في كل أرجاء. اللي يعدي بالراس ولوكا مودريتش يحرك كل ويحكي مع راموس الراس في الراس. الشوط الثاني من هذا الكلاسيكو رقم 242 ما بين بيعدي ممتازة ولكن تكتل دفاعي بالنسبة لإرنستو فالفيردي كيفية المحافظة على هذه الأسبقية. وكارفاخال هذه كرة جول غريبة ولو أن هنالك راية تسلل واضح على كريم بنزيما بقرار اونديانو ماينكو. بيكي ارتور يتفوق على توني كروس ويكسب يراوغ يعدي كرة وراموس. الهدف الثاني الكاتروس مرة أخرى. كريم بنزيما ضاع في الزحام بيد حملة كرة والحارس تير شتيغن فيدريك لان راكيتيتش يهدي الكرة لتيبو كورتوا. ريكيلون راية تلب الكرة ممتاز من جارث بيل. وينو كرة والحارس تير شتيغن جوردي ألبا والركنية كاتالونية والمعاناة. ليو عثمان ديمبلي في كرة جول لا ما باله لا يعلم. بوسكيتس لبيكي وراموس بامتياز. هذا الشوط الثاني كارث بيل اللي لمس فيدريكو فالفيردي لكن قراءة ممتازة من جيرار بيكي. البارسا يدخل منطقة الجزاء. فينيسيوس يعدي الكرة أم لا؟ جيرار بيكي في وضعية الجناح وهذه كرة اسانسيو. الليلة كذلك بعيد عن التهديف جاء الراكيتيت وروبرتو ممتاز. روبرتو الرائع. الراكيتيتش شوف المساعدة الدفاعية للكرواتي. سواريز ميسي وميسي سدد كرة بعيدة. المتابعة من روب وديمبلي في 19 والهدف لا. اي بطريقة تدريبية برشلونة يجاري هذه القمة الكروية. ديمبلي كرة لارتورو فيدال. صحيح القول يقول ربما مقفلة تماما. فينيسيوس التسويب صاروخية برأس. كريم يعدي كريم يوسع والانجلي وفينيسيوس يوسع والحارس تير شتيغن جوردي ألبا وفالفيردي بامتياز. فيدال لروبرتو يخرج بسلام والدفاع والمطالبة بضربة جزاء لا يمر امام ارتورو فيدال. الصخرة الشيلي قب كرة من مودريتش. وين الراس تير شتيغن. ليو تمهيد لكوتينو يخسرها كوتينو ويحسن قتل المباراة الفريق الكتالوني. الريال في وضعية الشك من